سلامات وين ما بنسلم وين للعربة ولا للزعفران ولا العربة. الله يا سلام، لا زال على المقدمة يحافظ على حقوقه. هنا شواش وسلطان بن ماضي الجهني، ولكن تهانينا لك يا الجهني. صاير محتمة الزحامي حطمت التيم دقه. ومعلى بن عويضة الجهني تبرع ب3 دراجات، وسلمان الحمدي تبرع بدراجتين، ومنور بن مساعد الجهني تبرع بدراجتين، وعواد بن فاهد الجهني تبرع بدراجتين، ومناحي بن عودة الجهني تبرع ب5 دراجات، والشيخ عياد بن غانم الجهني وابنائه تبرعوا ب5 دراجات، ومبروك بن صياح الجهني تبرع بدراجتين، ومحمد بن ساعد الجهني تبرع بدراجتين، وياسر بن حامد الجهني تبرع بدراجتين، وعبد الله بن مساعد الجهني تبرع ب10 دراجات، ومؤسسة عبد الهادي الجهني تبرعت ب8 دراجات، والأستاذ عبد الله بن دخيل الله الجهني تبرع ب10 دراجات، ومسعود بن رجا الله الجهني تبرع ب10 دراجات، وغالي بن سعد الجهني تبرع ب4 دراجات. نشكر هذه الأسماء الداعمة التي أحيت هذا المهرجان على الصورة المطلوبة، على أداء موروث الآباء والأجداد بميدان الحورة بمحافظة أملج التابعة لإمارة منطقة تبوك. والشكر أيضا للداعمين للسنة القادمة. الداعمين نكرر للعام القادم إن شاء الله، وهم الشيخ سالم بن صويلح الجهني تبرع بإذاعة خاصة لدورة الحورة بأملج، وشدادين ذهب من عبد الله بن سليم الرضمة العطوي، وسيارة من عياد بن غانم بن غنيم الجهني، وأحمد بن عبد الحميد الجهني وأخوانه يتبرع بدلة لأفضل توقيت، ومحمد بن عايد بن صياح بن غنيم الجهني يتبرع بسيارة، والشيخ حسن بن سلطان الجهني يتبرع بسيارة، والشيخ ضيف الله بن صبيان الجهني يتبرع بسيارة. نشكر هذه الأسماء التي أوفتنا بهذا الدعم السخي الذي لا يستغرب على الرجال الأكارم الأوفياء الذين يحيون هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، ليكون بهذا الضيوف يحيون هذا الرياضة لتكون دعم سنوي مقام على أرضية هذا الميدان. نتواصل حفلنا الكريم مع انطلاق شوط الإجذاع ومع نصيب القعدان، وهنا أفتتح الإذاعة مع مقدمة الشوط. شواش في مقدمة الشوط ينطلق ويندفع مع الصدارة بقيادة سلطان بن ماضي الجهني أبناء ينبع في مقدمة الشوط. يليه على المركز الثاني في هذه اللحظات حامل رقم 6 هنا غشام وممدوح بن سليمان العنزي على المركز الثاني. مرحبا بالضيوف، مرحبا بممدوح بن سليمان العنزي، مرحبا بأبناء العلا. المركز الثالث بهذه اللحظات وصول من حلوان وعبد الله بن حنس العتيبي أيضا ضيف قادم من ميدان العرفة بمحافظة الطايف. المركز الثالث بهذه اللحظات وصول من الذيبة عيد بن مبارك العمراني الحويطي على المركز الرابع. وخامسا هناك مع مخرب وصالح بن صبحي أبو يديه العطوي. هكذا النتيجة لل5 اللوايل. ونعود مع الصدارة، نعود مع مقدمة الشوط قيادة الانطلاق من هو أول الباحثين عن دراجة هذا الشوط، أول الباحثين عن الناموس. هنا مع سلطان بن ماضي الجهني مع شواش، وشوش مع الانطلاق. الله، قادم من ميدان ينبع، قادم من ميدان ينبع، نعم، خصيصا لهذا الشوط يشارك ليبحث عن نقاط هامة لأبنائها الميدان. أيضا المركز الثاني تغير بهذه اللحظات،
قبل قليل على المركز الرابع تسلل إلى المركز الثاني بدوره هنا حلوان عبد الله بن حنس العتيبي. وعلى المركز الثاني المركز الثالث هنا مع غشام ممدوح بن سليمان العنزي على المركز الثالث. المركز الرابع حامل رقم 2 مخرب وصالح بن صبحي أبو يدي العطوي، ولكن مع مقدمة الشوط نشوف شوشة شواش الله سلطان بن ماضي الجهني مع مقدمة الشوط بقيادة شواش اللي على المقدمة والصدارة. الله يبنى ينبع سلطان بن ماضي الجهني اللي على المركز الثاني حلوان عبد الله بن حنس العتيبي. الله الثنائية المميز اللي صحبتنا إلى قط النهاية بإثارة بانطلاق إبداع الله يبنى ينبع والمنافسة شديدة احتد بهذا النداء. الله يبنى ينبع وأبناء الزعفران يتواجدون بانطلاق سلطان بن ماضي الجهني. أيضا أبناء العرفة لهم دور له خطورة مع عبد الله بن حنس العتيبي مع حلوان. والسلامات وين ما بنسلم وين للعرفة ولا للزعفران ولا العرفة. الله يا سلام لا زال على المقدمة يحافظ على حقوقه هنا شواش وسلطان بن ماضي الجهني. ولكن تهانينا لك يا الجهني، تهانينا لكم يا ابناء ينبع. والسلامات من الحارة إلى الزعفران لسلطان بن ماضي الجهني. ثانيا كان مع حلوان عبد الله بن حنس العتيبي. ثالثا